يحب يكثر علاقات، عنده نقص داخلي صراحة والله. وروح أبويا هاي الصفات أغلب على مود لا هاي أكو بهم طبيعيين، لا والله أنا أعرف ناس اسمهم مصطفى بس أغلب الاسمهم مصطفى هاي صفاتهم خطية. يشوف نفسه في الشيء وهو لا شيء، ويحس نفسه مرغوب من النساء وهو لا، ويحب يكثر علاقات بشكل، ودائما اعتماده على المرأة، يعني يعتمد على المرأة بشكل كبير بحياته. بس ما حد يلحق أحمد يعني. لا أحمد طلعت راي بالكوكب، لا أحمد ما حد هذا. احنا عندنا يعني مثلا زهراء 8-9 يعني مو مثلا على النت عنده 6، على الواتساب 4، لا زهراء 8-9، زينب 7-8، نور 13-14. سارة لا تنسى. ها سارة لا تنسى. سارة ايش قد سارة 5 زين. في يعني أحمد مو قليل ترى، مو هين يعني، من خلوه رقم 1 ترى. هاي خبراء. بيش خلوه رقم؟ ليش؟ بيش مو رقم الواحد يختلف، ونمبر 1 يختلف بالمسمى. نمبر 1 بسرعة كلمة يجيك نمبر 1 بالندالة والنقوصية، ويجيك نمبر 1 بالرجولة والشهامة، فهو يختار يا نمبر 1 من عندهن. بالعلاقات يعني يحب يسولف هيجي، لكن احنا ما نروح على الشغلات المو حلوة. اي ليش ما نروح على الشغلات المو حلوة؟ شاومني كذب تسوى بعد شينش خلي الشيء حلو. شوفي هسه انا من حكيت وياك اقول لك انه انا ما اريد ارتبط، ما اريد اتزوج، فما اكذب على بنيه واقولها اي واحبك واتزوجك، وهذا سوالف عاديه. شلون هسه انا دا احكي وياك يعني الا نهايتها زواج؟ اي هسه انا ما اريد اتزوج. اوكي لكن اجي وياك حميدان، جابك اليوم انت علي حظك الردي خلاك تدق علي وصعدت. تعال اجي وياك. خلي اقول لك شغله، اجي وياك، اني راح اجي وياك لاخر المطاف، اني جايه وياك. انت يلا. من الشباب تحب الصداقات، تحب العلاقات تكون صداقه بينك وبين النساء، صح؟ نعم. اول ما تدخل ويا العلاقه ويا البنيه هاي، اول تليفون احكي لها هاي الصفات، قولها يا بنت الناس 1 2 3. هسه نسولف مثل يعني المعدلات السنعات الحكايات، قل لي الحياة. حتى خاف هي تنعجب بيك، اخاف هي تروح زايد، اخاف هي تشوفك تضحك وتسولف وياها وتخابرها، ويجوز انت مثلا يعني من باب الخجل الحياء المستحى الرجوله بس تسالها شلونك اكلتي شربتي، هي يروح بالها بعيدك. وهاي سنادس هيجي شو تسوي؟ محرومه من هذه الاسئله بالبيت. فمن يجي شخص يسالها يجوز هو بباله انا صداقه، زي انا بصراحه انا هاي صايره وياي الشغله، جوز انت ببالك صداقه شيء، المقابل يفتهمها غير شيء، ويروح يعيش اللحظه ويتعلق وما يحكي يعني ويريد يشوفك فبعدين تصير ما حلوه السالفه، من انت ما عندك مشاعر تجاه هذا الشخص بس هو ميت عليك، فتصير فليش من البدايه اني احكي 1 2 حتى انقل. ها اوكي احكي لك شيء. يحكي لي شيء. اني اكره الشباب اللي يضحكون على البنات. زين، وتريدين انه اني اجي واضحك على بنيه؟ لا اني عن نفسي انت ما تعرفيني، انت ما تعرفيني اني شنو. صدقيني انه اني ما احب اضحك على بنيه. يوم اللي احكي ويا بنيه وندخل بموضوع نتحاور نسولف على الزواج، نسولف على الأمور. أنا إنسان عملي، أحب العمل، أحب التجارة، أحب المرأة اللي تشتغل رأسا أسألها على شغلها، إيش تشتغل، شو تسوين، هيجي أمور. ليش مثلا أشوفها شنو اللي هي ذكية بي، أسولف وياها بي، أحب أن أطورها. هاي مني قاعد يسولف وياها بي وتحكي وتسأل على الشغل، صديقتك لو حبيبتك يا من عتي حميدان ركز. شوفوا صدقني على شغلها الإنسانة راح ترتبط بها، لو اللي تقول أنا أصادق ما أحب أدخل بزواجات،
خلي أقول لك شغلة. أنا إنسان جدا محظوظ الحمد لله وشكر الله رازقني بكل شيء حتى بالأصدقاء. أي. لكن أكو شيء أنا غير محظوظ به، العلاقات والحب والارتباط. الحب. ليش؟ لأنه أنا صريح. بالعكس أكثر واحد محظوظ بالحياة ويرتبط صح هو الصريح. ليش بالعكس؟ أنت قاعد تحكي بالعكس. شوفي خلي أقول لك شغلة، لأنه أنا رافض فكرة الزواج راح أكون فاشل، لأنه كل علاقة فاشل بالحب، يعني كل علاقة نهايتها مو زواج فهي علاقة فاشلة. فأنا ليش أدخل نفسي بعلاقة فاشلة؟ لذلك أقول لك إنه أحمد اسمعني خليني أقول لك أكو اثنين علاقتهم يدخلون حب محترمة، ذكريات حلوة، مشاوير، بالسيء بالحسن بالحزن بالفرح، علاقة حلوة. 4 سنين كلية علاقة حلوة ما بيها أي شائبة، قدم لها هواي وضحى لها هواي وقدمت له هواي وضحت له هواي. بس أكو شيء اسمه قدر وأكو شيء اسمه نصيب وقسمة، ما انجمعوا ما صارت قسمتها إله. مو معناته أنه كل علاقة ما تنتهي بالزواج علاقة فاشلة، لا نحكم عليها بالفشل. بالعكس جوز أنا بعد 5-10 سنين أذكرك أبتسم، أسمع اسمك أبتسم، أقول أحلى أيام كانت لي وياه، الله يوفقه ويبعده ويسعده. مو معناته بس أكو علاقة فاشلة ما تزوجنا معناته علاقة فاشلة. جوز آخر علاقات ما تتكلل بالزواج. الشخص لما هو رافض فكرة الزواج ليش يدخل بعلاقة؟ هذا السؤال قل له روحك، كان مو اللي تقول له. إذن أنا أقول لك إنه اللي يحب واللي يريد يرتبط واللي هذا ما تلقي رافض